بالضبط. فممكن بقى الشباب الصغير اللي هو مش فاهم، طب صورة يا مدام مش آه، عارف آه، آه، آه. تعمل ايه يا بيه، تركب ايه كجمل يعني وحاجات كده يعني. بالضبط. انا عايز اوصل المسج بتاعت الناس دي وللمواطن كمان، ان هو المواطن العادي احنا كلنا سفراء لمصر. مضبوط. فلازم نوري للعالم كله ان مصر قد ايه جميله، مش في الديستنيشن وبس او الاماكن وبس، في لا السايت سينز بس. كمان في المعامله بتاعتنا احنا، بكرمنا احنا واخلاقنا بالضبط، احنا بالضبط، وضيافتنا احنا بالضبط. للناس، حتى لو في شارع. ممكن تبقى كريم بابتسامتك بس في وشهم، مش لازم حتى لو انت مش بتعرف تتكلم انجليش كويس مش لازم تتكلم معاهم. يعني حتى لو مش هتبقى عارف تتعامل، بس على الاقل الابتسامه اللطيفه الابتسامة دي بالضبط. بتخليه هو يبقى هو ماشي مطمن ومرتاح عايش في فعلًا، امان، فعلًا، فعلًا، مش ده حقيقي، خايف. ده حقيقي فعلًا، بيبقى حابب جدا البلد، يحس ان هي بلده، ويحس ان انت ممكن يبقى الثقافة مختلفة، الفكر يكون مختلف علشان دي لغة ودي لغة، بالضبط. بس لا في الاخر هيبقى حاسس ان هو في بلده لانه ماشي في امان ومطمن. وقتها هنا هيرفلكت بدخل اكتر، فالمواطن Exactly البسيط اللي هو مش طبعًا. بيتعامل في السياحة هيرفلكت عليه لما هيحصل دخل من العملة الصعبة indirect اكتر. way بالضبط، بالظبط بطريق غير بالظبط. مباشر. فاحنا محتاجين نحافظ على السياح دول، وبالعكس يزيدوا كمان، فلما طبعًا، نقابلهم طبعًا. نبتسم، نضايفهم، نكرمهم، الحاجات دي بالضبط، كلها، بالضبط. لان كلنا سفراء في فعلًا. بلدنا.